الصيف ديال عام 1578 المغرب الأقصى تحت حكم السعديين غادي يلقى راسو في واحد الصراع سياسي وعسكري جد معقد داخليا وخارجيا. سلالة السعديين واللي بنات الشرعية ديال الحكم ديالها على النسب الشريف ومقاومة الغزو الأجنبي وتوحيد المغرب، ودفعت الراس ديال أحد المؤسسين ديالها اللي هو أحمد الشيخ كتمن لهاد المبادئ، غادي تلقى راسها ضد المبادئ ديالها. انقسامات داخليه، صراع على السلطه بين افراد الاسره ديالها، واللي غادي يلتجئوا لاطراف خارجيه باش انهم يصفيو الحسابات فيما بيناتهم. هذا الصراع على السلطه ما بين افراد اسره السعديين هو اللي غادي يتطور وغادي يعطينا معركه واد المخازن ما بين الجيش المغربي والجيش البرتغالي. ولكن كيفاش دولة ضعيفة كتعيش انقسامات داخلية والصراع على السلطة ما بين أفراد الأسرة ديالها قدرت على أنها تهزم إمبراطورية بحال البرتغال، واللي كان عندها حلفاء في أوروبا وعندها مستعمرات في أمريكا وفي إفريقيا وفي آسيا، وعندها موارد مالية ما كتقارنش بالموارد ديال المغرب في ديك الوقت. هنا كاين شي حاجة ماشي منطقية وشي حاجة اللي ما كتدخلش للراس، واللي كتخلينا نفكروا شنو هما الاسباب الاخرى اللي خلات المغرب ينتصر في هذه المعركه هذه ويحافظ على الاستقلال ديالو وسط امبراطوريه استعماريه عالميه الى حدود او الى اواخر القرن 19 وبدايه القرن العشرين. باش نفهموا كيفاش المغرب انتصر في معركه واد المخازن وكيفاش قدر انه يحافظ على الاستقلال ديالو، خصنا نرجعوا لديك الفتره ونشوفوا شنو كان واقع في المنطقه ديالنا، يعني شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط. بقاو معايا حتى الاخر ديال هذا الفيديو باش غادي نعرفوا كيفاش دار المغرب باش انتصر في معركه واد المخازن وشنو هي الاسباب الخارجيه والداخليه اللي خلاته ينتصر. منطقه شمال افريقيا كانت كتعرف صراع ما بين قوتين رئيسيتين اللي هما العثمانيين من جهه وتحالف ممالك الهابسبورغ الكاثوليكيه اللي كانت كتزعمهم اسبانيا كاكبر قوه في اوروبا ومعها الحليف ديالها البرتغال. وكانوا قوى صاعده اللي هي فرنسا وانجلترا اللي عندهم صراع مع ممالك الهابسبورغ واسبانيا وكيحاولوا يديروا براسهم في الخريطه العالميه. وكاين المغرب اللي كيحاول يوحد راسو تحت قياده السعديين. دونك هادو هما الاطراف اللي كانوا عندنا الرئيسيين والثانويين. غادي نبداو بالعثمانيين. في ديك الفتره الامبراطوريه العثمانيه كانت في اوج القوه ديالها وقدرت على انها توسع في شمال افريقيا وتخلق ايالات تابعه لها كاياله طرابلس، تونس والجزائر، وقدرت كذلك على انها تقضي على الحكم الزياني في تلمسان وتبعت تلمسان لاياله الجزائر. بقى ليها غير المغرب باش توصل للمحيط الاطلسي وتحاصر الايبيريين الاسبان والبرتغال اللي كانوا متحالفين وعندهم علاقات مصاهره بالاضافه للنمسا كيف ما قلنا فيما كانوا يعرف بتحالف ممالك الهابسبورغ الكاثوليكيه. العثمانيين كانوا اذكياء مع المغرب، منين ما قدروش انهم يسيطروا عليه عسكريا قرروا انهم يلعبوا على الصراعات الداخليه ويدعموا حكام موالين لهم باش ما يتحالفوش مع الاوروبيين ويولي المغرب قاعده اوروبيه لقياده الهجمات ضدهم في شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط. اسبانيا تحت حكم الهابسبورغ كانت في قلب الصراع والتوازنات في العالم، حيث كانت امبراطوريه وقوه استعماريه على مستوى عالمي، وكانت امتداد كيف ما قلنا الممالك الهابسبورغ الكاثوليكيه في اوروبا واللي كانت كتخوض صراع مع العثمانيين على جميع الجبهات في البلقان، النمسا، اليونان، ايطاليا، والحروب البحريه في البحر الابيض المتوسط. واخر هذه المعارك كانت هي معركه ليبانتو سنه 1571، يعني 7 سنين قبل معركه واد المخازن. وهذه المعركه اللي انتصر فيها التحالف الايبيري الهابسبورغي على العثمانيين وخلتهم يزعموا يتحدوا العثمانيين في شمال افريقيا. اسبانيا كان عينها على المغرب، ولكن التعدد ديال الجبهات والحسابات السياسيه والعسكريه خلتها ما تدخلش في حرب مباشره لاحتلال المغرب لانها كانت غادي تضعفها. فبالاضافه الى الصراع ديالها مع العثمانيين
اسبانيا كانت كتخوض صراع مع الفرنسيين والانجليز في البر وفي البحر، واي حرب مباشره مع المغرب كانت غادي تاثر على الجبهات الاخرى. لذلك قررت ترجع اللور وتدعم بطريقه غير مباشره الحليف ديالها ملك البرتغال سيباستيان باش يتكلف مهمه السيطره على المغرب. البرتغال تحت قياده سيباستيان ملك شاب وطموح باغي يتبس الداس ديالو ويوسع نفوذ البرتغال في المغرب. فبالاضافه الى سبته واصيله ومازاغان، سيباستيان كان باغي يخلق قواعد عسكريه في المغرب وينشر الديانه الكاثوليكيه بالمنطقه باش المغرب يكون كقاعده لانطلاق الهجمات ضد العثمانيين في شمال افريقيا. فرنسا وانجلترا كذلك كانوا في صراع مع الامبراطوريه الاسبانيه وممالك الهابسبورغ. ما دخلوش في الحرب مباشره، ولكن كانوا كيتسناو اسبانيا غير تغلط باش يصفيو الحساب معاها. الشيء اللي منع اسبانيا باش ما تمشيش بعيد في الدعم ديالها لسيباستيان. اللعبه غادي تبدا منين العثمانيين غادي يدفعوا السلطان عبد الملك السعدي مسنود بالاخ ديالو احمد المنصور، واللي قراو وتسكنوا في القصور العثمانيه باش عبد الملك يسيطر على الحكم من يد ولد خاه محمد المتوكل. ولاجل هذا الغرض وفروا له الدعم العسكري والدبلوماسي. كنقول الدبلوماسي حيت العثمانيين صيفطوا رساله لملك اسبانيا كيحذروه من اي تدخل في الصراع الداخلي اللي كاين في المغرب. وبالفعل اسبانيا التزمت الحياد واكتفت بالدعم غير المباشر للحليف ديالها سيباستيان ملك البرتغال. عبد الملك السعدي قدر ينجح في المهمه ديالو وقدر يستولي على السلطه ويطيح بولد خاه السلطان محمد المتوكل، واللي من بعد الهزيمه ديالو هرب الاصيله ولجا لسيباستيان باش يعاونو يسترجع العرش ديالو مقابل امتيازات البرتغاليين في المغرب. وهذا كان اكبر خطا دارو المتوكل، واللي خلى كاع المغاربه يلتفوا حول السلطان عبد الملك السعدي. خصوصا وان الاحداث ديال الاندلس مازال ما تنساتش، والاندلسيين اللي هاجروا بسبب حروب الاسترداد مازال ما نساوش اللي وقع لهم على يد الكاثوليك في الاندلس. محمد المتوكل خسر الرهان الشعبي بصفه نهائيه لصالح عبد الملك السعدي. الملك سيباستيان وكيف ما كنقولوا بالدارجه بنت له الهوسه، شاف هذا الوضع فرصه ما كتعوضش باش انه يحقق المشروع ديالو بالسيطره على المغرب واقامه قاعده مسيحيه في شمال المغرب خدمه للمشروع الإبري الهابسبورغي ضد العثمانيين. طلب الدعم ديال الحلفاء ديال الاوروبيين وانطلق نهار 24 يونيو 1578 من ميناء لشبونه في اسطول فيه 800 سفينه حربيه ونقل وجيش حديث يقدر ب20 ألف جندي مدعمين بالفرسان المدرعين ومدججين بآخر أنواع المدافع، وكيقودهم الملك سيباستيان بنفسه. نهار 6 يونيو 1578 وصل الأسطول البرتغالي لمدينة أصيلة اللي كانت تحت السيطرة البرتغالية منذ سنة 1471، فين عاود نظم الجيش ديالو واتصل بمحمد المتوكل. وهنا تم اتخاذ أسوأ قرار استراتيجي منين قرر سيباستيان ومحمد المتوكل باش يتوغلوا داخل المغرب في اتجاه القصر الكبير. أواخر يوليو 1578 الجيش البرتغالي خرج من أصيلة جنوبا ثم شرقا بمحاذاة العرائش في اتجاه القصر الكبير. هذا التوغل عيا البرتغاليين قبل ما تبدا المعركة بسبب الحرارة ديال شهر غشت والدروع والمعدات الحربية اللي كانوا هزينها الجنود. وكان الجيش البرتغالي كيعتمد بشكل كلي على محمد المتوكل كدليل في التحرك ديالو. 3 غشت 1578 الجيش البرتغالي غادي عسكر قرب وادي المخازن حدا القصر الكبير. ونهار 4 غشت في الصباح بدات المعركة وبدا الجيش البرتغالي كيحقق التقدم على حساب الجيش المغربي اللي كان كيستدرجهم باش يقطعوا الواد في اتجاه المستنقعات المحيطة بواد المخازن. بمجرد ما الجيش البرتغالي قطع القنطرة لقى راسو وسط المستنقعات وما عندهم ما يدير لا بالفرسان المدرعين ولا بالمدفعية. المغرب وبمساعدة المدفعية العثمانية دمر الجسر اللي كان كيربط الضفتين ديال واد المخازن
وطوق الجيش البرتغالي اللي كان كيفوقه في العدد بالضعف تقريبا، وخلاو ليه جوج الخيارات، هي الاستسلام او لا القفز في النهر والغرق. الجيش البرتغالي انهار تماما وتعرض لهزيمه تامه، واللي ما ماتش تأثر. الملك سيباستيان مات في ارض المعركه، محمد المتوكل مات غارق وهو كيحاول يهرب، وكعقاب على الخيانه ديالو جبدوه من الواد وسلخوه باش يكون عبره. على داك الشيء تسمى بالسلطان المسلوخ. عبد الملك مات مريض وسط المعركه، وتم التستر على الموت ديالو حتى سالت المعركه. على داك الشيء تسمات معركه الملوك الثلاثه، حيث ماتوا فيها 3 ديال الملوك في نهار واحد. كذلك تم اسر جل النبلاء اللي بقاو احياء، تمت المقايضه ديالهم باموال طائله، واللي فقرت البرتغال وسهلت عمليه ضمها من طرف اسبانيا لاحقا، وخلت البرتغاليين لسنوات كينتظروا عوده الملك سيباستيان بحال المهدي المنتظر عند الشيعة. بعد المعركه تم اعلان احمد المنصور ملكا خلف الخاه عبد الملك، واللي غادي يرسخ المكانه ديال المغرب في المنطقه، وغادي يوسع المملكه ديالو جنوبا نحو طومبوكتو، وغادي يدخل في تحالفات جديده مع انجلترا وفرنسا. هاد التحالفات اللي نجت على معركه واد المخازن خدمت على المغرب لقرون وخلاته يحافظ على الاستقلال ديالو، مستافد من التوازنات الاقليميه ومن صراع الامبراطوريات الى حدود القرن العشرين، من اتفقوا الاوروبيين على تقسيم افريقيا وتركه الرجل المريض لتبدا حقبه جديده بالنسبه للمغرب وباقي دول شمال افريقيا. انا في الراي ديالي من بين الاسباب اللي خلت المغرب يربح معركه واد المخازن هو الاستفاده ديالو من الصراع ومن التوازنات الاقليميه اللي كانت في المنطقه. دونك الا ما كانش هذاك الصراع ما بين الامبراطوريه العثمانيه وما بين الامبراطوريه الاسبانيه، ما كانش كان غادي يدخلوا اطراف اخرى في الحرب ما بين المغرب والبرتغال، وما كنظنش على ان الفوز كان غادي يكون لصالح المغرب، لان هذوك الامبراطوريات كانوا قويين. معروفه شكون هي اسبانيا في ديك الوقت، كانت امبراطوريه استعماريه على مستوى عالمي. وكذلك دوك القوى اللي كانت القوى الصاعده اللي هي فرنسا وانجلترا، واللي كانت عندها مشكل مع اسبانيا، هادو اللي خلاو الامور تبقى شاده ليكيليبر، والبرتغال دخلت في حرب مع المغرب طيط. دونك هذا كيبان لي انا من اهم العوامل اللي خلى المغرب يربح معركه واد المخازن. الا عندكم شي راي واحد اخر كتبوا شويه في الكومونتيرات، ديروا لنا شويه ديال التفاعل.